السلام عليكم ورحمة الله. امبارح كانت مباراة الأهلي والمصري في الدوري، استمرار لمسلسل البداية السيئة للنادي الأهلي الموسم ده، وده الفضل يرجع فيه نمرة واحد للإدارة. ليه للإدارة؟ اللي جابت لنا في الأول مدير فني دون المستوى، استرخصت اللي هو ريبيرو، وبعدين مشت ريبيرو والنحاس مسك فترة مؤقتة، وبعدين جابت لنا يستروب. طبعا احنا كنا بنأمل في مدير فني افضل، لما بنقول عايزين مدير فني اجنبي مدير فني افضل، وقلنا لو مصري هات لنا حسام البدري، لكن هتجيب ده ولا ده يبقى تسيب عماد النحاس يستمر. كان عندي برضو تحفظات على اداء عماد النحاس، ايوه، بس ما كانش بالسوء ده، ما كانش كده. ندخل بقى في المباراة واللي بيحصل واللي حصل. ما تقوليش مدير فني قيمه بعد مش عارف 17 و58 مباراه والكلام الفاضي ده. الكلام ده يقولوا اي حد بيتفرج على كوره عادي، يعني مش فاهم قوي داخليات كره القدم، ويعني ايه تقييم لعيب وتقييم مدير فني. على سبيل المثال، في مدير فني بيقعد يتفرج على لعيب يشوفه مره واثنين وثلاثه واربعه، ده لانه ما عندوش ثقه في نفسه انه يختار اصلا. مش عيب في اللعيب ولا حاجه. يعني محمد عبد الله نزل امبارح الشوط الثاني ده لعب 10 15 دقيقه. هو مش عماد النحاس كان ماسك النادي الاهلي؟ ما لعبوش ليه؟ هو محمد عبد الله ده محتاج انك تتفرج عليه 10 ماتشات؟ هو وعمر سيد معوض اللي لسه ما شمهاش في الفريق الاول؟ ده عيب ايه بقى؟ عيبنا احنا كجمهور؟ عيبنا احنا كمشاهدين او مشجعين؟ الناس امبارح قاعدين الجهاز الفني بيتفرجوا على الماتش زينا بالظبط، بل بالعكس في مننا اللي احسن منهم. انت الماتش اللي فات بتلعب محمد طاهر مهاجم امام بتروجيت، فالراجل كان سيء، فبتكافئه تلعبه النهارده اساسي جناح على حساب مين؟ جراديشار امبارح ضيع انفراد وضيع كرة والجون فاضي. دي حاجه وحشه من جراديشار، بس مش هحملها له لوحده. جراديشار جه النادي الاهلي في بدايته كان راجل فايق جدا وعمل اداء متميز. لما رجع وسام ابو علي من الاصابه قعدنا جراديشار. لما جراديشار يقعد لوسام ابو علي مش هيبقى بالحاله السيئه دي، لكن لما يقعد لمحمد شريف وطاهر محمد طاهر اللي هم اقل منه وفي فرق بينه وبينهم سنين ضوئيه، هيبقى بالحاله السيئه دي، هيقع نفسيا وثقته هتهتز في نفسه، لان بيلعب عليه لعيب اقل منه. انت النهارده بتلعب طاهر محمد طاهر على جراديشار ومنتظر منه ايه؟ انا بلومه، كان لازم يدوس على الكوره ويحط جون امبارح. الكوره الانفراد يرقص جون ويحطها، ما عندوش ثقه. الكوره الثانيه اللي جات له قلشت من على رجله وجات في القائم برضه، لكن مش هلوم عليه لوحده، هلوم بقى على الجهاز الفني. انت قاعد بتتفرج اهو، سيبك من الاسماء وانت مش حافظ اللعيبه ومش عارف امكانيات اللعيبه لسه. في طرق لعب، في طرق برضه. انت امبارح عايز تكسب، برضه تغيير نمطي. ايه التغييرات النمطيه دي؟ ايه اخرج انزل شكري مكان كوكا وادخل كوكا قلب الملعب؟ ايه يعني؟ هو انا لو لعبت من غير باك شمال الدنيا هتخرب؟ هو المصري ضاغطني وبتطلع اليو ديانج يكمل هو في الطرف اليمين مكان خلف المهاجمين؟ هو ده شغله اليو ديانج؟ اليو ديانج جنب مروان عطيه. انت امبارح الناس ما خدتش بالها في نقطه واحده مميزه، ان احنا ما شفناش الشناوي كتير. ما شفناش الشناوي كتير ليه؟ عشان اليو ديانج جنب مروان عطيه عاملين صداده كويسه قوي. يبقى لازم نعرف ان اليو ديانج ومروان عطيه ده شغلتهم وده مكانهم، فيسيبوا الفرقه قدام تلعب باريحيه. الفرقه قدام ما زالت ما بتضغطش الضغط الشرس اللي يخوف الفرقه اللي قدامك. انت ضيعت الناس تقول لك امبارح ما انت وصلت للجول. انت ما وصلتش للجول بفضل شغل المدرب، انت وصلت بالصدفه. الكره الانفراد بتاع جراديشار، لعيبه المصري اللي بتنقل الكره اتقطعت منهم. يعني انا مش فاهم. انا المدرب الملخص، المدرب ده دون المستوى. لعيبه الاهلي بقى، لعيبه الاهلي اللي مفيش روح، مفيش عزيمه، مفيش اصرار. انا وجهه نظري تريزيجيه لازم يقعد على الدكه. ابدا ماتشاتي بمروان عطيه جنب اليو ديانج، قدامهم بن رمضان، على يمينهم زيزو يلعب مكانه، ما يلعبليش نمره 10، ولا تريزيجيه يلعب لي نمره 10. زيزو يمين واشرف بن شرقي شمال وجراديشار مهاجم. ما يجيش محمد شريف بقى يخف تلعب لي محمد شريف. طب انت عايز تبدا بتريزيجيه تبدا له على الطرف تقعد بن شرقي، ماشي، بس بن شرقي ينزل من بدايه الشوط الثاني مكان تريزيجيه. بن شرقي لعيب اللي بيفيدك في المساحات الضيقه، في التكتلات الدفاعيه. انا مش فاهم، بس برضه هرجع اعيد وازيد
انت مشيت لعيبه وما عوضتهاش خالص. انت مشيت علي معلول وما عوضتوش. انت مشيت اكرم توفيق ما عوضتوش. عمرو السوليه ورامي ربيعه. يعني انت امبارح ما فيش لعيب نص ملعب بيكمل في التلت الهجومي زي ما كان عمرو السوليه بيعمل. ما عندكش لعيب بيطلع لك بالكره من تحت اللي احنا كنا نامل دي في بن رمضان اللي ما اعرفش مستواه ماله. يا ريت بقى نبدا ماتشات السوبر اللي هو هنبدا يوم الخميس مع سيراميكا، فرقه تقيله سيراميكا، تبدا بمروان عطيه وديانج قدامهم بن رمضان. ما تملاش الملعب وخلاص، ما هوش حشو وخلاص. انت عندك قطع شطرنج مش عارف تستغلها كويس. حط لي تريزيجيه او بن شرقي، مش الاثنين. انا افضل ايه؟ افضل بن شرقي. فانت حط واحد منهم على الخط وواحد منهم على الدكه. زيزو يمين وجراديشار قدام. الدنيا مأزمه، ما تعملش تغييرات نمطيه. عايز اشوفك كمدير فني بتجازف بتغامر. يعني هتلعب بشكر باك شمال، ما تلعبنيش بكوك. ارحمنا من كوك وارحمنا من طاهر. انت عندك ياسين مرعي بيقوم بالدور ده برضه باك شمال. فانت ممكن الموضوع ده يتيح لك تغييره كويسه، انك ممكن تخرج شكري وتنزل بن شرقي، تحطه قدام تريزيجيه زي كابتن حسام حسن ما بيعمل في المنتخب. بيلعب بمرموش وتريزيجيه ورا بعض على الخط. او تدخل بن شرقي في قلب الهجوم جنب جراديشار. يا ريت نشوف الكلام ده بدايه من ماتش السوبر. شكرا.